أهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين في هذا الخبر العاجل. فضلا وليس أمرا لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة، وهذا ليصلكم كل أخبار الجزائر. مجلس الشعب الجزائري يوضح التعديلات الجديدة على سن التقاعد للنساء والرجال في قانون العمل لسنة 2024. ناقش مجلس الشعب في الجزائر العديد من القضايا المتعلقة بقانون التقاعد للنساء والرجال أيضا في البلاد، وإليكم أهم القرارات التي تم اتخاذها. يحدد سن التقاعد للنساء العاملات عند بلوغهن 55 عاما، بينما يجب أن يكون سن التقاعد للرجال عند 60 عام. يمكن للنساء التي يعملن في وظائف شاقة التقاعد عند سن 50 عام. أما الرجال العاملون في المهن الصعبة فيمكنهم التقاعد عند بلوغهم 55 عام. بالنسبة للموظفين العاملين في جنوب الجزائر يمكنهم التقاعد قبل السن المحدد ب3 سنوات، بينما يتمكن الموظفون في المناطق الجنوبية الكبرى من التقاعد قبل السن المحدد ب5 سنوات.